في سنة 2023 في قلب قرية المجفف التابعة لمحافظة الشرقية، وفي عز الظهر والدنيا هادية، فجأة الشارع اتشق بصوت صريخ هستيري. ست بتصرخ من قلبها: يا جماعة الحقوني، جوزي بيموت، النار ولعت في البيت، ساعدوني. الناس خرجت من البيوت مفزوعة، كله بيجري على مصدر الصوت، رجالة وستات وعيال، في اللي جري يجيب مية، وفي اللي بيحاول يدخل الشقة، وفي اللي بيتصل بالمطافي وهو بيصرخ: الحقوا في راجل جوه بيولع. في أقل من دقايق الشارع كله بقى زحمة، دخان ودوشة، والكل واقف مصدوم، والست واقفة في الشارع عينيها بتبكي ومنهارة وبتصرخ: جوزي نايم جوه، أنبوبة البوتاجاز انفجرت في أوضة النوم، أنا لحقت أخرج بولادي بالعافية. لكن الناس بدأت تبص لبعضها بنظرات مش مريحة، نظرات كلها استغراب وشك. واحدة من الجيران قالت لها وهي بتزعق: أنبوبة غاز في أوضة النوم؟ هو انتوا ايه كنتوا بتطبخوا جنب السرير؟ الناس كلها واقفة مذهولة من قوة الانفجار اللي كانت مركزة في أوضة واحدة بس، هي أوضة النوم اللي على الشارع. ومن قوة الانفجار جدار غرفة النوم وقع على بلكونة الجيران اللي قصادهم زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. ومن اللحظة دي بدأت الأسئلة تطلع من كل اتجاه: ليه كلام الست دي مش راكب؟ هو فعلا ده حادث ولا في جريمة ورا النار دي؟ هو جوزها فعلا مات ولا في حكاية تانية مستخبية؟ وعشان نفهم الحكاية هنرجع فلاش باك لورا، هنرجع لورا 15 سنة، سنة 2010. بدأت الحكاية في قرية اسمها المجفف من قرى محافظة الشرقية. كانت هناك عايشة بنت اسمها عزة، عندها 17 سنة، بنت ريفية بسيطة من عيلة على قد حالها. في يوم أهلها ادوها شوية طلبات وقالوا لها: روحي يا بنتي هاتي الحاجات دي من السوق. عزة خرجت وهي ماسكة ورقة الطلبات، ماشية ومركزة، وفجأة طلع لها حرامي خطف منها المحفظة وجري. عزة اتجننت، جريت وراه بتزعق: حرامي حرامي الحقوني. وفي لحظة طلع لها شاب من ناحية تانية زي الأفلام العربي كده، جري وراه ومسكه وخد منه المحفظة ورجعها لعزة. الشاب ده كان شكله حاجة تانية، أنيق، شكله من عيلة باين عليه متربي ومتعلم. وعزة أول ما شافته قلبها دق، وهو كمان أول ما شافها حس إنها بنت جميلة بريئة بسيطة، حس بحاجة أول مرة يحس بيها. ومن هنا بدأت الحكاية، وكل شوية يبصوا لبعض في السوق، وبعدين بدأوا يتقابلوا مرة ورا مرة لحد ما الحب اتمكن من قلوبهم. الشاب كان اسمه محمد خالد عسكر من القاهرة، وكان جاي البلد يزور قرايبه، وعيلته مبسوطة ومرتاحة، يعني من الآخر بالنسبة لعزة فرخة بكشك زي ما بيتقال. محمد كان حاسس إن عزة مختلفة، مش زي بنات المدينة، فيها هدوء كده ما شافوش قبل كده. كل يوم كانوا يتقابلوا في السوق، وكل يوم عزة كانت تضحك على أهلها وتقول: ناقصني حاجات أنا رايحة السوق عشان أشتريها. أمها بدأت تشك: هو أنت كل يوم رايحة السوق؟ أنت ناقصك إيه؟ هو السوق بقى بيتك ولا إيه؟ عزة ارتبكت وقالت لها: يا ماما، أنا بجمع فلوس عشان أشتري حاجة، وكل ما أروح أسأل عليها ألاقيها لسه ما وصلتش وأنا مستنياها. الأم صدقتها وكبرت دماغها، لكن الحقيقة عزة ما كانتش رايحة تشتري الحاجة اللي محتاجاها، كانت رايحة تقابل محمد. لحد ما في يوم وهم قاعدين سوا في السوق فجأة سمعت صوت من وراها بيقول: ايه القعدة الحلوة دي يا عزة؟ ناقصكوا شجرة وكوبايتين ليمون، ينفع اقعد معاكم؟ تتلفت عزة ووشها اصفر تشوف مين، لقيته ابن خالتها، وما كانش محتاج يقول كتير، مد ايده وضربها بالقلم على وشها. محمد غلي الدم في عروقه، انفجر: ازاي تمد ايدك عليها؟ وقام يضربه. المهم مسكوا في بعض والناس اتلمت والفضيحة بدأت. بعد الخناقة اللي حصلت في السوق محمد وقف قدام ابن خالتها وقال له بحدة: اسمعني كويس، البنت دي مش هتروح معاك غصب عنها، حتى لو كنت قريبها أو شايف إن ليك سلطة عليها، واعرف كويس إن أنا ناوي أتقدم لها رسمي، وبكرة هجيب أهلي وأطلبها من أبوها، وساعتها لو قربت منها أو قلت لها كلمة أنا مش هسكت لك. ابن خالتها بصله نظرات غيرة ورجع يبص لعزة وقال لها: يلا قدامي، وسحبها بالعافية من ايديها وروح بيها على البيت. اول ما دخلوا بيت عزة ابو عزة شاف المنظر، البنت متبهدلة وابن خالتها ماسكها بطريقة غريبة. ابو عزة قال له بصوت غاضب: ايه اللي انت بتعمله ده؟ ازاي تمسك بنتي كده؟
ايدك دي لو لمستها تاني والله لأقطعها لك. رد ابن خالتها وقال له يا عمي والله بنتك كانت قاعدة مع راجل غريب في السوق وانا ما استحملتش المنظر. ابوها اتصدم وبص لعزة وقال لها الكلام ده صحيح؟ عزة سكتت ودموعها نزلت، وسكوتها كان أبلغ من أي اعتراف. الضرب نزل عليها بدون رحمة لحد ما وقعت على الأرض. الأم كانت بتحاول تحوش عن بنتها، لكن الأب كان دايما يزعق فيها ويقول لها بعيدي لحسن تنضرب معاها. عزة بدأت تبكي وبدأت تبقى مكسورة، وابن خالتها كان واقف ساكت، بس في دماغه صوت محمد وهو بيقول أنا هتجوز عزة. وقتها قرر ابن خالتها يلعب لعبته وينتهز الفرصة، فقال لأبو عزة يا عمي عزة صغيرة ومهما غلطت هي بنتنا، ولو ما كنتش بحترمك وبحافظ على عرضي اللي هو عرضكم ما كنتش اتدخلت أصلا. أبو عزة بصله وقال له جزاك الله خيرا يا ابني، كتر خيرك عملت الصح. ابن خالتها استغل اللحظة وقال له بصراحة يا عمي اللي اسمه محمد ده أنا معرفش أصله من فصله، شكله من بره البلد، لكن عزة كبرت ولازم تستقر، وأنا قريبكم وانتوا تعرفوني وأنا بطلب إيد عزة منك. أبو عزة سكت لحظة وبعدين قال له خلاص من النهاردة اعتبرها من نصيبك. دخل أبو عزة على عزة اللي كانت في أوضتها وأمها معاها وقال لمراته جهزي البنت كاتب كتابها الأسبوع الجاي على ابن خالتها. عزة بصت له في ذهول. كاتب كتابي انا؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ انا مش عايزاه والله، ما طايقاه، انا بكرهه، ده لو حتى اخر راجل في الدنيا مش هتجوزه. ابوها اتجنن وراح يمد ايده عليها تاني، بس وقف في اخر لحظة وقال لو ما كنتيش هتتجوزيه الاسبوع الجاي كنت شوهت وشك على الفضيحة اللي عملتها لنا، ابن خالتك بيسترنا. عزة وقعت على السرير وبتبكي بحرقة، وأبوها طلع من الأوضة باين عليه الغضب لكن جواه نار بتاكله. مرت الأيام وعزة كانت بتضعف يوم بعد يوم، لا بتاكل ولا بتشرب. أمها بدأت تخاف عليها وراحت لجوزها وقالت له بنتك ما بتاكلش، كل ما تجيب لها حاجة ترجعها. الأب بعصبية بكيفها تموت من الجوع، لكن الحقيقة كان بيقول ده من ورا قلبه، لكن قلبه كان بيتقطع على بنته. رجع بقى لمحمد اللي قرر يسافر على القاهرة بسرعة عشان يقنع أهله بحبه العزة. وأول ما دخل البيت قال لهم باركولي. استغربوا وقالوا له على إيه؟ قال قررت أتجوز. الصدمة كانت واضحة على وشوشهم، وأمه ردت بسرعة إيه اللي أنت بتقوله ده يا محمد؟ أنت لسه عندك 18 سنة ولسه بتدرس، جواز إيه دلوقتي؟ قال لهم أنا حبيت بنت من البلد وبصراحة ناوي أستقر وأتجوز. أبوه وأمه ما صدقوش وابتدوا يقلبوا عليه ويزعقوا له أنت أصلا قضيت هناك يومين، وبعدين دي بنت ريفية وفقيرة، يمكن ضحكت عليك عشان شكل لبسك ولا عشان باين عليك إن أنت من المدينة. محمد ما تراجعش، بالعكس الكلام ده كله كان تحدي بالنسبة له، وبص لهم وقال بعصبية لو ما اتجوزتهاش مش هتجوز حد غيرها طول حياتي. أبوه صمم ورفض وقال له مش عايز تتجوز ما تتجوزش، لكن محمد لما لقى رفض من أهله حس إن حياته من غير عزة ملهاش لازمة، فقرر ينتحر وقطع شرايين إيده بمشرط، وأهله لحقوه على آخر لحظة. ولما أبوه شاف ابنه مصمم على جوازه من عزة قال خلاص مادام انت كده خلاص احنا هنروح معاك نخطبها لك لما تقوم بالسلامة. وفي نفس الوقت ابن خالة عزة كان رايح بيت عزة في يوم يتابع ترتيبات كتب الكتاب اللي كان باقي عليها يومين. وبعد ما خرج من البيت عزة خرجت من أوضتها ودخلت المطبخ، مسكت سكينة وراحت وقفت قدام أبوها وأمها في الصالة وقالت بنبرة حاسمة لو جوزتوني غصب عني والله العظيم أنا هذبح نفسي قدام عينيكم وهتشوفوا بعينيكم إيه هو فعلا سواد الوش. الأب والأم اتصدموا حاولوا يهدوها، لكن عزة كانت في حالة هستيرية وعيونها مليانة غضب، وبصت لأبوها وقالت له لو قربت مني والله لأذبح نفسي قبل ما تمد إيدك عليا. الأب حس إنه ممكن يخسر بنته الوحيدة فحاول يسيطر على الموقف وقال لها خلاص يا بنتي اهدي وعهد عليا مش هيحصل غير اللي انت عاوزاه، بس ارمي السكينة. عزة فعلا رمت السكينة لأنها عارفة ان أبوها ما بيخلفش وعده. تاني يوم الأب بسرعة راح لابن خالتها وقال له بص يا ابني مفيش نصيب، والجواز اسمه نصيب وربنا يعوض عليك. وفعلا بعدها محمد اتقدم لعزة واتجوزوا، وأبوه اداله هدية
جوازه كافيتيريا أو كافيه يبدأ بحياته، واداله شقة جديدة في القاهرة يعيش فيها براحته هو ومراته. وفعلا عاشوا حياة طبيعية زي أي زوجين، واللي كانوا متوقعين إن الجوازة دي مش هتستمر اتفاجئوا إنها استمرت 13 سنة وخلفوا خلالهم طفلين. لكن في يوم عزة قالت لمحمد: انت مشغول ليل ونهار في الكافيه وانا قاعدة هنا لوحدي زهقانة، ايه رأيك تأجر لي شقة في البلد واقعد جنب اهلي؟ وافق محمد، وبدل ما يأجر لها شقة اشترى لها بيت جنب بيت أهلها، وكان كل خميس يخلص شغله في القاهرة وينزل على البلد يقضي مع عزة وولاده خميس وجمعة. ومرت السنين على كده والولدين كبروا، واحد بقى عنده 7 سنين والتاني 3 سنين، لحد سنة 2023 واندلع حريق ضخم هز الشارع كله. حصل انفجار عنيف في شقة محمد وعزة، كسر جدار غرفة النوم، حتى الجدار اللي بيقابل شقة عزة ومحمد من الجيران اتهد بالكامل، والناس جريت وبدأوا يكسروا باب الشقة بتاع عزة عشان يدخلوا ينقذوا محمد اللي كان نايم جوه. أما عزة كانت واقفة تحت منهارة وبتصرخ: أنبوبة الغاز انفجرت علينا، أنا لحقت أطلع بولادي، الحقوا محمد. الناس اتجمعت بسرعة واتصلوا بالمطافي. رجال المطافي حاولوا يفتحوا أوضة النوم بس الباب كان مقفول، مفيش حل غير إنهم يكسروا الباب. وفعلا أول ما الباب اتكسر الكل اتجمد في مكانه. محمد كان قاعد على الأرض جنب الباب بوضعية الجلوس، جسمه كله متفحم، وشه مفهوش ملامح، وعظامه لما حاولوا يلمسوها كانت متفتتة تماما. السرير كان رماد، الحيطان سودة، السقف كل الجبس اللي فيه وقع، الريحة خانقة. واحد من المسعفين قال بصوت عالي: محدش يلمس الجثة، ولا أنا كمان هلمسها قبل ما الشرطة توصل، ده مش حريق طبيعي، ده واضح جدا إنه بفعل فاعل. والأغرب من كده إن هم لقوا حبل كمان مرمي جنب جثة محمد. ووصلت الشرطة وابتدت المعاينة. الشرطة شافت إن أكرة الباب من جوه مكسورة، كأن حد تعمد يقفل الباب على محمد ويمنعه من الخروج. واحدة واحدة بدأ المشهد يوضح أكتر وأكتر. الشرطة استدعوا أهل محمد اللي أول ما سمعوا الخبر سافروا على طول من القاهرة على البلد. وزي ما قلنا في بداية القصة إن أسرة محمد عايشين في القاهرة، وأول ما عرفوا اللي حصل أبوه وأمه انهاروا وقالوا للشرطة: ابننا محبوب وملوش أعداء. الشرطة بدأت تسأل الجيران، واحد منهم قال: بصراحة أنا شاكك في عزة مراته، أنا شفتها قبل الحريقة كانت تحت ومعاها العيال، يعني ما أنقذتهمش زي ما قالت، لأ هم كانوا بره قبل ما النار تولع أصلا. وكمل الراجل وقال: وحتى ابنها الكبير أول ما حصل الانفجار قال لها: يا ماما أوضة بابا بتولع، فراحت عزة ضربته وقالت له اسكت، وبعدين بدأت تصرخ وتنهار. الشرطي بص لكل اللي حواليه وقال: الموضوع واضح، محمد مات مقتول، والحريق ده مقصود مش حادث، هاتولي عزة. ولما جابوها ما قدرتش تتحمل، انهارت بسرعة واعترفت في ثانية إلا ثانية. قالت وهي بتبكي: أيوة أنا اللي قتلت محمد، أنا حبيته وحاربت الدنيا عشانه، بس في الآخر بقى شخص تاني. قالوا لها: ليه يا عزة قتلتيه؟ ليه عملت كده؟ بدأت تحكي وتقول: بعد الجواز كل حاجة اتحولت، علاقتي بأهله باظت، وهو ابتدى يبعد، بدأ يخرج كتير مع أصحابه ويرجع لي سكران، فلوسه كلها على السهرات والمخدرات والبنات، وأنا كنت كل يوم محبوسة في الأوضة أنا وولادي عشان ما يدخلش عليا هو وأصحابه. وكملت كلامها بصوت مر وقالت: ابتديت أطلب منه فلوس كتير عشان ما يبقاش معاه فلوس يصرف، وحبه بقى بارد وروتيني، وبقيت بالنسبة له كرسي في البيت. قالوا لها: وخططت لكل ده؟ قالت: من 5 شهور وانا بخطط، كل جمعة لما كان يجيني كنت احط له سم بسيط في الاكل عشان يفضل يتألم ويتعذب، ولما يقول لي عن الألم ده كنت اقول له: ده من كتر اكلك الجاهز اللي من بره، بس الحقيقة انا اللي كنت بموته بالبطيء. وفي يوم قالت له: تعالى عشان نحتفل بعيد ميلادي، وفعلا جه وجاب لها تورته واحتفلوا وكل شيء كان طبيعي بينهم. وتاني يوم قال لها انه حجز عند دكتور جهاز هضمي عشان تعب معدته، وقال لها: انا هلبس وانزل، لكنها اقنعته يقعد وما ينزلش من البيت. قالت له: انا هعمل لك اكل نضيف وهعمل لك شوربة خضار وهتبقى كويس. وفعلا وثق فيها وفي كلامها وقعد وعملت له اكل، والمرة دي زودت له جرعة السم، وفعلا اكل وشرب العصير. وبعد شوية
وقع من الوجع على الأرض. ساعتها بصت له وضحكت وقالت له: مبسوط؟ دي آخر وجبة ليك يا محمد. محمد كان بيتألم ومش قادر يصدق. في اللحظة دي فهم إن السم كان في أكله من شهور. وبعد ما وقع على الأرض، عزة كانت محضرة 6 أزايز من المولوتوف، ودلقت واحدة على محمد وفي أرضية أوضة النوم وعلى السرير، وحطت ال5 الباقيين في الدولاب، وخدت أولادها وخرجت. وبعد كام دقيقة البيت انفجر. لكن المفاجأة الأكبر إن تقرير الطب الشرعي قال إن محمد ما ماتش بالسم، محمد مات محروق من قوة الانفجار. محمد كان بيتعذب بالبطيء، بس النهاية كانت قاسية جدا مع محمد. محمد مات وهو عنده 30 سنة. والشرطة لما سألت أهل محمد هل هو كان بيتعاطى مخدرات ولا بيجيب بنات أو بيشرب، قالوا له ابننا كان راجل محترم وعمره ما خان عزة. يعني أنا معرفش عزة عملت ليه كده في محمد بعد حب السنين دي كلها. هل بدافع الغيرة والشك؟ الراجل كان نازل مخصوص يعملك عيد ميلاد. طيب يا عزة، بفرض ان محمد ده شخص مش كويس، بيشرب وبيخونك، كان الحل ايه؟ القتل؟ ما فكرتيش مرة انك تتطلقي وتحمي نفسك وتحمي أولادك اللي ملهمش ذنب؟ كنت تقدري ترفعي عليه قضية وتمشي بالقانون وتبعدي بكرامتك وسلامتك. لكن اللي عملتيه ده اسمه انتقام وغدر، مش عدل. انت ما قتلتيش محمد بس، انت قتلتي أولادك وهم لسه عايشين. سلبتيهم أبوهم وسلبتيهم أمهم وسلبتيهم أمانهم. مهما كان محمد وحش ما كانش يستاهل النهاية دي. وانت كنت تقدري تختاري طريق تاني، بس انت اخترت النار والانتقام، وللأسف كلكم اتحرقتوا فيها. لو عجبك الفيديو وبتشوفنا من على الفيسبوك اعمل لنا لايك وشير، ولو بتتابعنا من على اليوتيوب فعل زر الجرس واشترك في القناة. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.